السيد السيستاني المرجع الأعلى بعد إعلان عيد الفطر المبارك بعث رسالة إلى الشعب العراقي، والرسالة شوية كان مضمونها يعني وخاصة في برامج السوشيال ميديا، يعني الناس من قرأتها استغربت من هذا الكلام، ودائما هو السيد يدعي للعراق، يدعي للأمة الإسلامية أجمع، ولكن هاي الرسالة أخذت فد مجال واسع في برامج السوشيال ميديا، وكلها اتفقت يعني مغزى كلامها انه مخيف. الرسالة تقول الوطن يسير نحو التعافي والاستقرار، أدعو الجميع إلى عدم الخوف والتمسك بالأمل في مستقبل أفضل. تمتلكون إرثا حضاريا عظيما، حافظوا عليه كجزء من هويتكم الثقافية والتاريخية، وتمسكوا بقيمكم وعاداتكم ومبادئكم العراقية الأصيلة. اليوم من تسمع هيك رسالة يعني كأنما وصية، يعني شيء يعني أنا كداخلي بصراحة خفت من هذه الرسالة. ما أعرف أنت كمواطن تعتقد بالسيد السيستاني شنو هاي الرسالة؟ اكتبوا لنا بالتعليقات، ولا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد، ونسأل الله أن يحفظ العراق أرضا وشعبا، ويحفظ مراجعنا العظام.